طيب ما بلاها كوره يا جماعه ونريح دماغنا. لو المنظر هيفضل بالشكل ده في المدرجات كل سنه، جماهير الزمالك بالخصوص يقعدوا يمسكوا لعيب يشتموه بامه وبابوه وباهله وبناسه وببلده وبدنيته، لا الموضوع كده يا جماعه عدى الحدود، وبقى منظر مش كويس، وبقى اسلوب مش حضاري، وحاجه مش محترمه بالمره. وانا بتكلم دلوقتي حتى على الجماهير كعامه، ما بتكلمش على، ولكن جمهور الزمالك، لان هو الجمهور اللي لسه من السنه اللي فاتت تقريبا ماسك امام عاشور مشحوره. مفيش اي قوانين بتقول النهارده يبقى في ردع للناس دي او يبقى في عقاب شديد للناس دي، ولكن انا شايف بعد واقعه امبارح وجماهير الزمالك امبارح واللي عملته، لا الموضوع عدى الحدود يا جماعه. الموضوع ما بقاش النهارده كوره في الملعب، الموضوع النهارده في خوض في اعراض، خوض في ذمم، خوض في زوجات، خوض في ابناء، خوض في يعني لا الموضوع بقى صعب جدا. انا صحيح ما اتفرجتش على ماتش الزمالك امبارح لان انا كنت تعبان والله، ونمت يعني نمت بدري وصحيت لقيت الدنيا مقلوبه على السوشيال ميديا والجماهير الزمالك. لما شفت الفيديو اللي بتشتم فيه جماهير الزمالك، لا حاجه تدعو للاشمئزاز، حاجه ما تخليكش تبقى مبسوط. حاجه النهارده لسه كنا بنحكي على الناس اللي بتقبض عليهم، والناس اللي بتقول الفاظ على السوشيال ميديا، والناس اللي بتعمل حاجات منافيه للاخلاق على السوشيال ميديا، وقلنا الناس دي لازم تتلم، لازم الراجل اللي عمل كده امبارح يتلم، او جماهير الزمالك لازم كلها تاخد عقوبه شديده علشان ده ما يتكررش تاني. ما انت النهارده لما يبقاش في عقوبه شديده على الجماهير، هتلاقي ان الماتش اللي جاي نفس القصه ونفس الحكايه. انت النهارده بتقول لي 100,000 ومش عارف غرامه ايه، لا انت النهارده لازم تعمل حاجه صعبه جدا عشان الجماهير دي ما تعملش كده تاني. وزي ما بقول لحضرتك انا ما بتكلمش على جمهور الزمالك بالخصوص، لو جمهور الاهلي عمل كده افرض عليه اقصى عقوبه، لو جمهور الاسماعيلي عمل كده افرض عليه اقصى عقوبه، ولكن المنظر اللي احنا شفناه ده لا، ده بقت القصه مش قصه بقى كوره وقصه ان انت بتتفرج على كوره ومناوشات كرويه والكلام ده، القصه دخلت في موضوع اكبر من كده. وانا ما ينفعش النهارده ان انا اشوف لاعب ماسكينه الجماهير مبهدلينه هو واهله وهو وناسه. لا يا جماعه والله العظيم الكوره مش كده خالص. احنا بنقول يا جماعه الاخلاق اهم، المبادئ اهم، ان انت النهارده تبقى راجل كويس اهم بكتير من ان انت تقعد تشتم وتقول على الناس كلام مش كويس. كل ده عشان لعيب انتقل من الزمالك للاهلي او من اهلي من الزمالك، يا عم ما يروح، وانت مستفيد ايه في الاخر؟ انت مستفيد ايه في الاخر؟ انا مستفيد ان انا بتفرج على كوره كويسه، اللي يروح هنا يروح هنا واللي يروح هناك يروح هناك، انت مش فارق معاك حاجه. بعد كده ما تربطش نفسك بلعيب، ما تربطش نفسك بلعيب، ما تخليش مشاعرك كلها ملاعيب. انت النهارده شوف كام نجم بيمشي من الاهلي وكام نجم بيمشي من الزمالك، والزمالك والاهلي موجودين وبيكملوا، ما الدنيا ماشيه زي الفل. قلت من يومين ثلاثه ان الزمالك مش هيبقى متوقع في اللي هو هيعمله، انت لا تعرف له دلوقتي اسلوبه في اللعب هيبقى عامل ازاي، ولا المدير الفني بتاعهم كويس ولا لا. وقلنا الزمالك هينافس على بطوله الدوري، وده واضح امبارح في الماتش. انا اتفرجت النهارده على اغلبيه الماتش يعني، ولقيت ان الزمالك لا، الزمالك ادى باسلوب كويس.